وكرة رائعة. عشاق قناة هل تعلم الرياضية في كل مكان، السلام عليكم. مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. انتشرت العديد من الصور الخاصة باللاعب جونيور ابن كريستيانو رونالدو بعد أن قام بإحراز الكثير من الأهداف، وهذا ما جعل الكثير يعتقدون أنه يمتلك نفس الموهبة التي يمتلكها والده. نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نخبرك العديد من الأشياء عن الموهبة التي يتمتع بها جونيور، وهل سوف يكون له مستقبل كروي باهر مثل والده أم لا؟ هيا بنا لنبدأ. من مدينة مدريد إلى مدينة الرياض. كان ابن كريستيانو رونالدو قادرا على التدريب في المنشآت الخاصة بنادي ريال مدريد، خاصة في ملعب سانتياغو برنابيو. وفي نهاية العام الماضي كان يعتقد الكثير أن لاعب كريستيانو رونالدو سوف يكون قادرا على العودة مرة أخرى من جديد إلى نادي ريال مدريد الإسباني، ومن المؤكد أن هذا سوف يعود بالنفع بدرجة كبيرة على ابن كريستيانو رونالدو الذي تدرب أيضا في نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. لكن كريستيانو رونالدو قام بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، حيث استطاع الحصول على عقد بقيمة 200 مليون يورو في العام الواحد، ولهذا كان كريستيانو رونالدو مضطرا إلى الانتقال مع عائلته بالكامل للمعيشة في السعودية، ومن ضمنهم ابنه جونيور الذي كان يواجه بعضا من الصعاب في الانتقال والمعيشة في السعودية. وكان من الواضح عليه أنه يشعر بغضب شديد في البداية، لكنه بعد ذلك بدأ يعتاد على الظروف المحيطة به لكي يكون قادرا على التكيف والمعيشة بشكل طبيعي، وهذا ما ظهر عليه عندما كان يقدم كريستيانو رونالدو نفسه أمام جماهير نادي النصر السعودي في الملعب. ولكن كان الكثير يتساءلون عن المكان الذي سوف يتدرب فيه ابن كريستيانو رونالدو حتى يستطيع اكتساب المهارات اللازمة في هذا السن لكي يكون واحدا من اللاعبين المستقبليين لكرة القدم. أكاديمية مهد، مرحلة جديدة في حياة جونيور رونالدو. كانت أولى المباريات التي خاضها كريستيانو رونالدو في السعودية ضد نادي باريس سان جيرمان، حيث أنه كان يواجه أسطورة كرة القدم المماثل له هو اللاعب ميسي. استطاع كريستيانو رونالدو إحراز هدفين في هذه المباراة، لكن كريستيانو رونالدو كان يهتم أيضا بابنه وكيف يمكن الحصول على مهاراته الخاصة في التدريب، لهذا تم التقديم له ومشاركته في أكاديمية مهد التي تم تأسيسها في عام 2020. تعتبر هذه الأكاديمية واحدة من أعظم الأكاديميات المتخصصة في تدريب كرة القدم حول العالم، والتي سوف تعمل على تجهيز لاعبين محترفين على المستوى الدولي والمستوى القاري، كما أنها تضم مختلف الرياضات مثل كرة القدم والسلة وكرة اليد والسباحة. بالفعل بدأ جونيور التدريب في هذه الأكاديمية، كما أنه استطاع إحراز هدفين في أول مباراة له، وكانت جورجينيا تدعمه وتشاهد هذه المباراة مثل ما تفعل تماما مع كريستيانو رونالدو، حيث تذهب العائلة بالكامل في كل مباراة لدعم كريستيانو رونالدو. وكان من الواضح في هذه الفيديوهات أن المركز الذي يلعب فيه ابن كريستيانو رونالدو هو نفس المركز الذي كان يلعب فيه أباه كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب ضمن صفوف نادي ريال مدريد، وهو مركز الجناح الأيسر، وذلك لأنه يمتلك نفس السرعة الخاصة بوالده والتقنيات والقدرة على التصويب والأهداف الرائعة، حتى أنه في هذا الفيديو الذي كان فيه جونيور يحاول إحراز ضربة جزاء كان قادرا على اتباع نفس الأسلوب الذي يقوم به والده في تسديد ضربات الجزاء كما هو موضح في هذا الفيديو. وكان الهدف الثاني قد جاء بهذه الطريقة الرائعة التي تؤكد على أنه حقا سيكون لاعبا موهوبا في المستقبل. وفي هذا الفيديو كان قادرا على مراوغة المدافع بطريقة رائعة جدا، لكن الغريب هو أنه كان يرتدي رقم 10، وهو الرقم الذي يرمز إلى المهاجم، عكس ما كان يرتدي في البداية رقم 7 مثل والده، وهو الرقم الذي يرمز إلى الجناح الأيسر.
ولهذا يجب على جونيور دائما محاولة إثبات نفسه، سواء أكان في صفوف نادي يوفنتوس أو نادي مانشستر يونايتد أو حتى في النادي الذي يلعب فيه الآن. ومن المفترض أن عقد كريستيانو رونالدو سوف ينتهي في صيف عام 2025، حينها يمكن له العودة مرة أخرى إلى نادي ريال مدريد، وسيكون عمره في هذا الوقت 15 عاما، وسيكون قد اكتسب خبرات كبيرة. لكن حتى الآن لا يستطيع أي شخص معرفة النادي الذي سوف يستقر فيه هذا اللاعب، لكن ما يركز عليه الآن كريستيانو رونالدو نفسه هو أن يجعل ابنه قادرا على التدريب المتواصل والمستمر في إحدى الأندية الكبرى، حتى يستطيع اكتساب الخبرات اللازمة التي سوف تساعده على تحقيق الإنجازات والبطولات وإكمال مسيرته المهنية والكروية الرائعة في المستقبل. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.